a spiritual healing ceremony in Marrakesh. During this Laila, the mysterious Nawa people of Morocco mix African and Islamic traditions. They're descendants of black slaves brought to Morocco 400 years ago. They were then converted to Islam but merged it with their own beliefs. Now the Nawa are a distinct group within Morocco and within Islam. They still believe the world is full of spirits. Illness is the result of a spirit having entered someone's body. During the night-long ceremony, these spirits are called upon and asked to leave. الليلة القناوية بصفة عامة هي أهم طقوس قناوي على الإطلاق، وهو الحفل اللي كيكون مقيوم على شرف بعض الملوك وملكات الجن، حيث كيحظى بعض منهم بالتقديس من قبل أتباع الطائفة ديال القناوة بحال سيدي شمغاروش، لالا ملكة، لالا ميرا، لالا جميلة، سيدي حمو، سيدي ميمون وإلى آخره. كتمثل الدبدبة أيضا قمة الاحتفال بجلالة الملوك الجن البويض، أو كما كيسميوهم المغاربة ماري المكان. بحسب علماء الانثروبولوجيا فإن الدبدبة كتشبه بحفلات الزار في مصر وبعض الاحتفالات الطقوسية اللي كيكونوا في البرازيل وجزر الانتيل بأمريكا اللاتينية. أما الدردبة كتنظم داخل الدوار السكنية الخاصة لبعض أعضاء الطائفة القناوية في مواعيد سنوية محددة، غالبا ما كتكون نصف الثاني من شهر شعبان أو في أوقات أخرى من الأشهر القمرية. كتستخدم الليلة القناوية عادة لأغراض استشفائية، أعراض المس مثلا، أو احتفال بمناسبات دينية كشهر شعبان المقدس. J'arrivais complètement recouvert de coquillages du bord de la mer et j'avais des langoustes, des trucs, des fruits de mer partout et du sable qui me recouvrait. Genre c'était crié, mais il m'a dit Madame, mais ton mec c'est Sidi Moussa, mais tu es de Moussa, oui, tu es de Sidi Moussa. C'est façon de dire que je suis très marin de poésie, très marin d'esprit, très marin par la nature des choses. La mer me manque, mais évidemment moi je tombe jamais en transe. Mais je suppose que dans la culture des femmes et des hommes qui réagissent et qui tombent en transe, c'est lié d'une certaine façon à leur tempérament.
مراحل الدردبه كتمر في 3 ديال المراحل. المرحله الاولى هي الطواف بالاضحيه او القربان. كتنطلق قليله ديال الدردبه بعد منتصف الليل بتنساق بين معلم قناوي كيكون مصحوب بالفرقه ديالو والشوافه القناويه والمساعدات ديالها او المساعده ديالها. كتسمى الشوافه القناويه عند القناوه الجزائريين وحتى المغاربه. والشوافه القناويه هي اللي تاتي بالكلام، هي اللي كتكون كتهضر. وغالبا ما كتكون الاضحيه عباره عن 9 اسواد، وتسمى هذه المرحله العاده. وخلال الطواف والقربان كتنطلق الليل على ايقاع دقات الطبول وانغام المزامير والقراقه. ويبدو دور المعلم ضابط لايقاع الحفل، حيث كيأتمر العازفون بالتوجيهات ديالو وكيقوموا خلال المرحله الاولى باستعراض المهارات ديالهم في الرقص الايقاعي والحركات البهلوانيه القناويه. فكيبانوا كانهم عندهم واحد القوه خفيه في التحركات ديالهم. وكتكون المرحله مفتوحه، اي واحد كيسمح له بالحضور. وكتكون المرحله مفتوحه، اي واحد كيسمح له بالحضور واخا ما يكونش داخل الطائفه القناويه. هاد المرحله كتكون كاعلان عن الشروع في اقامه الليله، حيث كيطوف خلال القناوه. وكتبدا هاد المرحله كاعلان عن الشروع في اقامه الليله. بعد فتره الزوال كيبداو يدوروا بمختلف الازقه والشوارع والساحات لابسين الفوقيات ديالهم والطاقيات بمختلف الالوان، مغتنمين الفرصه للرقص على ايقاعات دقات الطبول والقراقب حتى كتحل فتره الكويو ولا بامبا، وهي كتعني العزف القناوي البدء في الحفل الرسمي لليله القناويه، حيث كيستغنى فيها عن آلة الطبل اللي كتعوض بالقنبري او الهشهوج او السنيتر باش يبدا المعلم اللي كيكون عليه هو الملم بجمع مراحل الليله بالعزف عليه. يقوم اثناء القناوه برقصات الفراديه باستثناء وجبتين كيقوم فيها 4 قناويين برقص جماعي. المرحله الثانيه مرحله التصعيد الايقاعي. فهاد المرحله كياخذ الايقاع تصاعد تدريجيا دقه دقه، وكيغادر الغرباء الفضوليون حفل الطقس اللي كيخليوه الاهل رحبه، لانه في هاد المرحله التاليه كتكون كتشد دخول القناوه في علاقه حميميه مع الملوك ديالهم، وكيكون حضورهم خطير عليهم حسب ما كيقول. تكون هاد المرحله تمهيد للهياج الجماعي لحضور الملوك، وهي مغلقه وما كيسمحش لاي واحد يدخل لا الى اتباع الطائفه. كتسمى الطقس في المرحله بالنكشه، وكتوظف فيه آلة القراقب الى جانب الهشهوج، وكيكون فيها رقص جماعي بعد الكول. وبعد الاستراحه لبضع دقائق كتدخل الى القناويه مرحله فتح الرحبه اللي كيعمل فيها قناوه على توضيب المكان اللي كتجري فيه المرحله الاخيره من الليله لاطفاء طبقه السعي، حيث يتم وضع طبق امام المعلم كتحتوي على انواع البخور والاقمشه ذات الالوان المختلفه، كل ولا عنده واحد رمز ولا كيرمز لواحد الملك من الملوك. كتصحب عليه عمليه استحضار اذكار وانشادات ذات دلالات ومعاني متعدده باش كيدخلوا مباشره للقسم الاخير والاساسي من الاحتفال القناوي واللي كيتسمى بالملوك، وهم في معجم قناوه رجال الله اي رجال ربانيون مؤمنون. المرحله الثالثه اللي هي حضور الملوك. هذه المرحله هي الحاسمه في الليله، يكون خلالها الهياج الجماعي صافي وصافي، وكتكون خلالها الملوك قد نزلت بين المحتفلين بها. هادشي كيوقع فاش كيوصل ايقاع الحفل حتى التالي ديالو، وكتعتد فرقه قناوه موسيقى الملوك، وكيبدا رقص طقوسي طريق الصعود نحو مرحله الهياج اللي كتتوج، والحفل بنزول الملوك بين راقصين. كتكون بخور 7 طلقات سحائب شفافه من دخان له رائحه نفاذه وذكيه، وكيشرع بعض اتباع المعلم في الطواف بين راقصين برايات تحمل الالوان 7 للملوك، وكل ملك كيكون او ملكه عنده لون مخصص له من اجل الدعوه ديالو من النزول بين المحتفلين به. بديك الوقيته كياتي الدور على العرافه اللي كيفترض انها اقرب الحضور القوى الخفيه المدعوه للنزول. الناس اللي كيكونوا كيجذبوا كيكونوا لابسين واحد اللباس خاص ولون خاص كيرمز للملك اللي فيه. كان اللون الابيض اللي كيرمز الى الملك عبد القادر الجيلاني، والاحمر الى سيدي حمار، والكحل الى ميمونه، والصفر الى الاميره او الاميره، والزرق الى سيدي موسى. كل هادشي استعداد لدخول مرحله الجذبه اللي كتكون مصحوبه بايقاع صاخب ناتج عن آلات القراقب والهشهوج والرش اي التصفيق بالايدي. كتوصل الامور في التالي الى فقد الوعي او كيبداو يضربوا يديهم بادوات حاده او كيتمشاو فوق الشظايا الزجاج، وهو ما كيعني ان الجذاب او الجذابه وصل لاقصى درجات الانسجام والاندماج مع الايقاع ومع الالوان، وبالتالي دخل في عالم غير العالم الحقيقي ديالو.
Omstop.